السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهارده بقى جاي لكم فيديو جديد. هنعمل لكم بقى الفتة بطريقتي، يا رب تعجبكم. ماشي، هنا هنحط اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نديها صدمة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اقول لكم بقى بطريقة الفتة كده، طريقة كويسة ان شاء الله، يا رب تعجبكم كده وتجربوها بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الدقة بقى بتاعت الايه الفتة. ماشي، معانا هنا توم وقرن فلفل. ماشي، وديت الطماطم اهي. هندق التوم كده وارجع لكم تاني عشان الصوت. شربت المية اهيت. ماشي، هنحط بقى ايه. بصوا يا حبايبي، هنا بصلتين اهمت، وورق اللي هو اللوري دوت، شوربة ماجي، وملح فلفل اسود. بس دول فقط لا غير، عشان تحسي بطعم الشوربة كده يعني. الرحيم كده هي شربت المية. ماشي، هنزودها مية سخنة بقى. بسم الله. بس هتغلي غلوة كده ونوريها لكم برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، حطينا معلقة سمنة. ماشي، والثوم اللي احنا دقينه. بسم الله الرحمن الرحيم. هيتشوح بس التشويحة كده صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تصفر بس حاجات بسيطة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقة شطة بالكمون. ماشي، اشهد لا اله الا الله. بصوا، نص كوباية خل، حسب الرغبة، اللي عايز يحط خل براحته. اهي معمولة جاهزة. ودي دي دقة الفتة بقى. ان شاء الله تجربوها كده. بصوا ريحتها، مش قادرة اقول لكم على الريحة على جمالها ما شاء الله. هتغلي بس غلوة كده ونوريها لكم برضه. بصوا يا حبايبي، معلقة سمنة بلدي اهيت. ماشي، وحبة ملح فلفل اسود صغيرين. هنحط بس العيش يتحمص في الفرن وخلاص. هنحمصه بس بالسمنة ايه، بدل ما في حد بيقليه بقى في الزيت وكده، بس كده بيبقى اخف يعني. هنحمره شوية ونجيب ابيض كده. الفتة لازم تحط لها رز ابيض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بصوا يا حبايبي، نص معلقة ملح اهيت. ملح ابيض برضه، عشان لو حطينا ملح فلفل اسود هيغمق الرز. فهي الفتة عايزة رز ابيض. هنعمل كيلو رز. نغسل الرز واوريه لكم. المية غليت اهيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبايبي الرز الابيض اهوت هيغلي غلوه كده ونوريه لكم. وهنا الدقه اهي، بصوا الدقه وجمالها ما شاء الله. بصوا على الله تكون واصله لكم الصوره بس. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا اللحمه هي قربت تستوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ريحه الدقه تحفه تحفه ما شاء الله. ريحه الخل والثوم جميله. يا رب تجربوا الطريقه دي كده وتعجبكم ان شاء الله. زي ما قلنا نعمل حبه ملوخيه كده جنب الفته. اللي عايز ياكل فته ياكل ملوخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده توم وكزبره، كزبره اللي هي الناشفه دي. ماشي، تشوح بس تشويحه كده. شوفوا بقى طريقه الملوخيه والفته يا رب الطريقه تعجبكم كده والوصفه تكون خفيفه وسهله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا شوحناها اهيت. بسم الله. هنحط الشوربه اهي. بس الملوخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بصوا خضار الملوخيه جميل ازاي ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تغلي غلوه كده وهنقفل عليها. بسم الله. ريحتها تحفه ما شاء الله عليها. عملنا ملوخيه وفته النهارده. يا رب الطريقه تعجبكم كده وتكون خفيفه عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقلب. اول ما تقلب قلبك كده تطفي عليها، تفضل خضرة بقى على طول كده وتبقى حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تغلي غلوه كده ونوريها لكم برضو. ده معلقتين دقه كده وكده. ده العيش حمصناه. بس مش قادره اقول لكم على ريحه الدقه ما شاء الله عليها. تحفه تحفه تحفه. بسم الله. حطينا معلقه دقه كده. بصوا جماله. بصوا ريحه الدقه حبايبي ما شاء الله عليها جميله جدا جدا. يا ريت تجربوا الطريقه كده بتاعتنا. تقولوا لنا بقى في التعليقات كده ايه رايكم في وصفه الاكل اللي احنا بنعمله. كده حبايبي عملنا الفته اهيت بطريقتنا. يا رب تعجبكم. وعملنا جنبها سلطه. ماشي.
بصوا الجمال، بصوا الرز عامل ازاي ما شاء الله عليها. وهنا اللحمه استوت يا حبايبي ماشي. وعملنا جنبها حبه ملوخيه خضرا، بصوا الملوخيه وجمالها ما شاء الله. بصوا يا رب الطريقه تعجبكم كده، وكل وصفه حلوه. اتفضلوا معانا حبايبي كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.